السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مروة من قناة يوميات سعد ومروة. هنعمل مع بعض النهاردة خلطة بسيطة جدا ووصفة سهلة وبسيطة هتخلي لك الشفاط بتاعك يرجع كأنك لسه شارياه جديد. طبعا انتوا هتشوفوا في الفيديو الشفاط بتاعي منظره وكان عامل ازاي، والوقت بعد الخلطة اللي عملناها مع بعض دي يعتبر انا مسميها الخلطة السحرية. رجع ازاي. طبعا انا بنزل الشفاط بتاعي عشان محدش يقول لي لا ده جايفه ومش عارفه ايه او مش نظيفه. لا، انا بنزل الشفاط بتاعي من السنه للسنه لحد ما جوزي بيوافق ان هو ينزله لي، لان انا ما بقدرش اقف على حاجه عاليه، بدوخ لما بطلع على حاجه عاليه. لما الفرعون الكبير الصغير زي ما ياسمين عز بتقول يوافق ان ينزله لي. يلا بس، يلا بقى نشوف الوصفه ازاي. دلوقتي احنا جبت طبق فيه ميه سخنه بتغلي، يعني انا جايباها من السخان مباشره. لازم الوصفه دي تكون بميه سخنه بتغلي، يعني مش ميه فتره. شايفين شكل الشفاطه؟ انا بوريهولكوا في الاول، محدش يقول عليا ست مش نضيفه، والله هو جوزي بس هو اللي بينزله لي، بس بالعافيه بيطلعوا الروح. الطبق اللي عليه ده عامله زي ما يكون طبقه قطن ملزوقه، يعني ما فيش في اي فتحات خالص ان هو يسحب اصلا اي زيوت ولا اي هواء. وهنا برضو هوريكم المروحه بتاعته عامله ازاي. يعني هو اصلا من كتر ان هو اصلا ما كانش بيسحب هوا ما كنتش بفتحه اساسا. الوصفه دي نجربوها وان شاء الله هتعجبكم وادعولي عليها. والله بجد الوصفه دي انا والله ما شفتها من اي قنوات تانية، انا ماشيه عليها بقالي حوالي سنتين تلاتة، هي مره واحده جت في دماغي عملتها كده، سبحان الله والله العظيم. انا عملتها وسبحان الله لقيت قنوات تانية برضو عاملينها، معرفش بقى قبل مني ولا بعد مني، قسما بالله انا ما شفتها على اي قناه. الوقت انا حطيت معلقتين كبار ملح ليمون، واحط عليهم معلقتين كبار كربوناتو. شايفين التفاعل؟ انا دلوقتي حاطه شويه ميه صغيرين بس في الطبق، علشان هي بتعمل فوران. وحطيت هنا فوقهم نص كوبايه خل. هحط برضو هنا نص كوبايه صابون سائل، زي ما انت عايزه بقى، ازرق اخضر او اصفر، يعني مش هيفرق اللون. هنا نص كوبايه برضو صابون سائل اهو. طبعا انت بقى بعد ما بتحطي الحاجه فيها هتزوديها ميه سخنه بقى، على اساس ان الحاجه تبقى يعني جوه الميه كده. انا حاطه حبه صغيرين بس عشان الفوران، هتشوفي دلوقتي برضو الفوران بتاعها هيزيد دلوقتي. الوصفة دي والله وصفة سحرية، سحر بجد والله سحر. دي بقى لو انت عندك اي حاجة ممكن تنقعيها فيها، سواء بقى ممكن تغسلي بها حلل، لو الحلل بتاعتك مش نظيفة قوي ممكن تنقعي فيها عيون البوتاجاز، الحوامل بتاع البوتاجاز، الشفاط. والله بيجي ساعات ان انا بعملها وبمسح بها اللي هو الفواصل بتاعت اللي بتبقى بين السيراميك وبعضه، لما يكون الفواصل بقت غامقه شويه كده بعملها وبمسح بيها بترجع بيضه تاني. وكنت بمسح بها الجدران بتاعه المطبخ، اي حاجه فيها زيوت والله كنت بمسحها بيها، كانت بسم الله ما شاء الله عليها. فجربوها وقولوا لي ايه رايكم بجد في التعليقات. هنا انا حطيت يا ريت يستحسن، ده اكبر طبق عندي، يا ريت يستحسن الوصفه دي يعني يكون عندك طبق كبير قوي، على اساس ان انتوا تحطوا الشفاط كله مره واحده، يبقى وشه كله مره واحده كده في قلب الميه. بس هنا برضو مش هيضر، يعني هو نشوف انا بليته هنا من جميع الجوانب، فضلت الفه كده لحد ما الميه جت عليه من جميع الجهات. هوريكم برضو منظر دلوقتي بعد ما الميه جت عليه بالخلطه السحريه اللي محطوطه فيها دي. شوفوا بس الشفاط هيبقى عامل زي دلوقتي الدهون اللي عليه، علشان تعرفوا ان كل حاجه قدامكم. انا والله ما رضيت افصل الفيديو علشان تشوفوا كل حاجه بعينكم على الطبيعه. شايفين الطبقه اللي هي كانت على الوش ده عملت ازاي؟ مجرد ما الميه بالمكونات اللي عليها جت عليها، مجرد من غير منقع ومن غير اي حاجه، ما بالك بقى اما تنقعيه شويه. شايفين الطبقه دي نزلت لوحدها ازاي؟ والله ثابت لوحدها كده. انا مش متفاجئه لان انا على طول بعمله بالوصفه دي، فبتبقى حتى انا عاملاها برضو من حوالي سنه او سنتين على القناه، وبرضو موريكم نفس المنظر ده برضو. شايفين؟ يعني افضلي بلي فيه كده من جميع الجهات، علشان برضو المية السخنة بالخلطة دي تيجي في كل الدهون اللي عليه. وزي ما قلت لكم لو طبق اوسع من كده هيريحكم بكتير، هتحطوه وتسيبوه وتقوموا، يعني مش هتفضلي تقلبي فيه شويه كده. انا كده كده برضو هركنه برضو دلوقتي، وكل ربع ساعه كده هاجي ادوره على الجنب من الجنوب، يعني هغير الجنب بتاعه. هنا كنت بوريكم برضو ان هو شوفي بينزل لوحده ازاي. هنا هدعكلكوا بصبع هنا كده على الدهون اللي هي اللي فوق بقى دي، اللي هي الكشف دي، بتروح بالايد اهي. شايفين؟ والله بتبيض بايدي اهي، يعني بالصابع بس اهي، مجرد ما بتدعكها بس بصبعك كده.
اهم حاجه ان انت تركنيها وتنقعيها في الوصفه دي لحد ما لحد ما الميه تحس ان هي بدات تبرد. ما تغسليش والميه بارده قوي علشان الدهون هترجع تمسك تاني، لا يعني ايدك بس تستحمل الميه كده. يعني خليكي راكنه الحاجات اللي فيها الدهون دي في قلب الميه لحد ما ايدك بس تستحمل ان انت تحطها في الميه واغسلي. انا الحقيقه كان عندي شغل تاني، يعني كنت ملبوخه في شغل في البيت وكده، فسبتها لما بردت شويه، فبرضو الدهون طلعت وكل حاجه، بس كنت بضغط عليها شويه بالسلكه كده. انما لو انت بتغسليها بالميه لسه يعتبر سخنه شويه كده وايدك مستحملاها، صدقني مش هتدعكي خالص. يعني ده حاجه برضو علشان برضو تبقوا واخدين بالكم منها. هنا برضو انا هجيب عيون البوتاجاز دلوقتي وهحطها. هنا كنت بطلع المروحه ناحيه فوق شويه علشان اركن بقى ان الوش بتاع الشفاط عشان اجيب عيون البوتاجاز والحوامل بتاعته. الحقيقه الطبق مكفاش غير هو اتنين بس من الحوامل، التالت ما عملتوش يعني. حتى انا كسلت اعمل له ميه تاني بقى بعد ما خلصت، فسبت قلته في مره تانية ابقى انقعهم لوحدهم بقى. حطيت العيون بتوع البوتاجاز بتاع عينين اتنين بس، و وبتاع 3 عيون، وجوز العيون التانيين برضو سبتهم كده، يعني بمعنى اصح كمان انا سبت جوز عيون كده وحامل على اساس ان انا كنت اطبخ عليه واخلص حاجتي برضو دول منقوعين، يعني ما بقاش موقفه البوتاجاز الساعتين 3 اللي انا هنقع فيهم الحاجه. وكمان الطبق ما كانش هيكفي. هنا برضو حطيت عين البوتاجاز اهون وهحط الحوامل، وكنت كل شويه برضو بدور الحوامل ويعني من الجنب ده للجنب ده عشان الميه بالخلطه اللي فيها دي تطول كل الدهون اللي على الحوامل. وما شاء الله انا كده كده الحوامل اللي عندي دي اصلا سودا زي ما هي، زي ما انتم شايفينها كده، بس تيجي تبصوا كده تحس ان هي منقرشه كده لما دهون ناشفه عليها. مجرد ما عملتها كده وجبت السلكه وقمت عاملاها ما شاء الله عليها. بس ما تدعكيش جامد برضو عشان السواد بتاع الحوامل دي لو هي بتاعتك سودا زي بتاعتي كده اللون ما يطلعش قوي. لان انا كنت جيت في مره نقعتها وقسيت عليها في الدعك شويه فاللون ده قشر. هنا جبت اي علبه كده او اي شفشق، وبرده كنت باخد من الميه السخنه دي وبنزل على الاماكن اللي مش طايلها الميه. كل شويه اعملي كده، الحاجه دي بتفيدك يعني. سيبي الحاجه انت بتعمليها وتعالي. هنا كنت عامله صابون، مش عارفه نزلت الفيديو بتاعه ولا لا. فكان عندي هنا البقايا بتاعه الصابون اللي هي الرفيعه دي، يعني والله العظيم كنت غسلت بها من شويه غسيل. كانت الستاير عندي بالذات الستاره بتاعه المطبخ كانت من مكان ما العيال بيمسكوها وكده، فكانت مبطعه من ايديهم، وكانت البقعه دي تحس ان هي سحبه زيت برضو من المطبخ كده، فكانت مبطعه جامد. حطيت في الغسيل اللي هي الخلطه بتاعه العجينه اللي انا بحطها من الازازه دي، برضو مش فاكره، مش عارفه انا نزلت الفيديو بتاعها لسه ولا لسه. يعني مش عارفه الفيديو ده اللي هينزل ولا العجينه والصابون الاول. حطيت من الخلطه دي مع الاكس اللي انا بستعمله مع قطعتين صابون زي اللي انا حطيتهم دول، والله خلوا الستاير، أنا الستاير بتاعتي اوف وايت، خليها بتبرق شامع، ما عادش فيها اي بقع خالص من غير دعك ومن غير اي حاجه. فهي بجد العجينه دي جميله برضو، انا هنزل لها فيديو، وكنت عاملاها برضو معاكم السنه اللي فاتت برضو. آه، تقدر تستغنى عنها، هي يكفي بس الخلطه دي يعني ان انت تعملها بالكربونات والملح الليمون والحاجات اللي احنا حطيناها في الاول، وتستغنى عن الصابونه اللي انا حطيتها دي بس عشان هي زيادات عندي، بس الابواز بس عشان اطلع كل قطعه مربع. تقدر تستغنى عنها خالص. ده بعد ما غسلتها بس كده من قبل ما اشطفه بميه، هو يا دوب بس ان انا شطفته بالسلكه كده في قلب الميه بتاعتها. اوريكم الميه بتاعته دلوقتي نازله عامله ازاي، الدهون اللي فيها عامله ازاي. ودي هنا المروحه، الميه بتاعته اهي شايفين عامله ازاي، كل الدهون والحاجات الوحشه كلها نزلت فيها. شوف الميه بقى شكلها عامل ازاي، سواء من الحوامل بتاعه البوتاجاز والعيون ولا الشفاط. الميه دي انت لو كبتيها بقى في الحوض هتكتم لك الصرف كله الحوض، ولو كبتيها برضو في عين الحمام هتكتم لك الدنيا. فانت يا اما تحطيها ترميها في الشارع، يعني ما في جنب كده في الشارع، انا الحقيقه رميتها في الشارع، يا اما تحطها في البلاعه نفسها اللي هي الواطيه اللي اعزكم الله في الحمام من تحت دي. ده بقى بعد ما شطفتهم بميه. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعرفوني.